الفرق بين المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية، وإيه هي الكفالة، وليه ندفعها وبندفعها إمتى؟ يلا نعرف. السلام عليكم، أنا علي بدر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج، فالبرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. أولا، المعارضة بتكون في الحكم الغيابي، وأنا كنت عملت حلقة عن الأحكام الغيابية ومدة السقوط فيها. هسيب لك اللينك فوق لو حبيت إن أنت تراجع الحلقة، واللي ما شافش الحلقة يشوفها. لكن بسرعة كده عشان اللي ما شافش الحلقة يبقى فاهم معانا الحكم الغيابي بيبقى إيه. المحضر أول ما بيتعمل في اسم الشرطة بيبعته على النيابة. النيابة بتحدد جلسة قدام المحكمة بتبدأ تنظر الجلسة، نظرتها في جلسة، في اتنين، في تلاتة. لو المتهم ما حضرش ولا جلسة من جلسات المحاكمة دي، هنا الحكم بيبقى غيابي. لو حضر ولو جلسة واحدة، الحكم بيبقى حضوري. طيب المحكمة هنا بتحكم، فهنقول إنها حكمت بالحبس، وبتحكم، لازم تحكم بكفالة. لكن خد بالك إن في بعض الجرائم ما فيهاش كفالات، زي جرائم السرقة ما بتحكمش بكفالة. إيه هي الكفالة؟ هقول لك، اصبر عليا. فالمحكمة حكمت هنا بسنة حبس وكفالة 1000 جنيه مثلا. ايه اللي واجب ان انت تعمله عليك؟ اللي واجب ان انت تعمله ان انت تروح تعارض في الحكم ده. خد بالك ان الحكم ده مش واجب النفاذ، ما بيتنفذش. الحكم ده غيابي، لكن مباحث التنفيذ مش هتسيبك، مباحث التنفيذ هتنزل تجيبك عشان تروح تمضي على المعارضة. ايا كان بقى، انت رحت مضيت على المعارضة، هيتحدد لك جلسة قدام نفس المحكمة اللي اصدرت الحكم. ومحدش عايز منك حاجه، ولا التنفيذ هيجي لك ولا اي حد هيجي لك لحد يوم الجلسه. طيب جت يوم الجلسه، هنا قدامك بقى ايه الحالات اللي بنشوفها. اولا، ان المتهم ما بيحضرش، المحكمه بتحكم باعتبار المعارضه كأن لم تكن. اعتبار المعارضه كأن لم تكن يعني ايد الحكم الغيابي، بس بقى حكم حضوري. خلاص ما رحتش حضرت المعارضه، اعتبار المعارضه كأن لم تكن، ايد الحكم الغيابي، بس بقى حكم حضوري عليك. او ان انت بتروح بتحضر المحكمه بتأيد الحكم، رحت اترافعت او المحامي بتاعك راح وترافع، ممكن المحكمه تأيد عليك الحكم. او ان المحكمه تخفف حكم الحبس، او انها تدي براءه. فهنقول عشان نكمل الحلقة بتاعتنا، هنقول ان الحكم اتأيد، او انت ما رحتش فالمعارضة كأن لم تكن. او في الحالة اللي كنا اتكلمنا فيها بقى، ان من الاول خالص لما المحضر راح للنيابة والنيابة حددت جلسة، حضرتك رحت حضرت، فهنا في كل الاحوال دي الحكم حضوري. طيب الحكم الحضوري ده واجب النفاذ ولا لا؟ الحكم الحضوري واجب النفاذ. بمجرد ما هيصدر عليك الحكم الحضوري، مباحث التنفيذ هتجيلك على طول. فخلي بالك ان الحكم واجب التنفيذ. طب المفروض ان انت تعمل ايه؟ المفروض ان انت تروح تعمل استئناف، بتروح المحكمة بتعمل استئناف، وبتحدد لك جلسة قدام محكمة الجنح المستأنف. وخلي بالك ان الاستئناف هنا ما بيوقفش التنفيذ. يعني مباحث التنفيذ هتجيلي بعد ما استأنفت، مباحث التنفيذ هتجيلك بعد ما استأنفت. عايز توقف التنفيذ ده، هتدفع بقى هنا الكفالة. الكفالة هي ضمان لحضورك لجلسة الاستئناف. فلو حضرتك دفعت الكفالة، يبقى مباحث التنفيذ ملهاش عندك حاجة لحد يوم جلسة الاستئناف. ما دفعتش الكفالة، هينزلوا ويجولك. طب احنا قلنا ان في جرائم ما فيهاش كفالات، المحكمة ما بتحكمش فيها بكفالات، زي جرائم السرقة. صحيح الكلام ده، ومجرد صدور حكم اول درجة، فهنا الحكم بيبقى بواجب النفاذ، حتى مع تحديد جلسة الاستئناف. حتى لو استأنفت، طب يعني هيتنفذ عليا؟ لا، الحكم مش هيتنفذ عليك، بس هتتمسك وتتحبس لحد جلسة الاستئناف، لحد ما المحكمة تقول بقى اذا كنت انت هتطلع براءة، ولا هيتأيد عليك الحكم، ولا هيحصل ايه. فخلي بالك لما تيجي تعمل استئناف، لو محكوم عليك بكفاله، هتدفع الكفاله عشان مباحث التنفيذ ما تجيلكش، او ان انت تهرب لحد جلسه الاستئناف. في جرائم ما فيهاش كفالات، دي واجبه التنفيذ، زي جرائم السرقه. طيب هنيجي هنا بقى في الجلسه المحدده امام محكمه الجنح المستأنف. اول حاله ان المتهم ما بيحضرش. ايه اللي بيحصل هنا المحكمه بتقضي بغياب سقوط الاستئناف، وده يعتبر حكم غيابي استئنافي. ده حكم غيابي استئنافي. جميل. الواجب ان احنا نعمل فيه ايه؟ نعمل فيه معارضة استئنافية. هتعمل فيه معارضة استئنافية، هتنزل قدام نفس المحكمة اللي حكمت بغياب سقوط الاستئناف. جميل. عملت الحركة دي، او انت من اول جلسة استئناف رحت حضرت، يبقى انت كده خلاص، انت كده حضرتك في اخر درجة من درجات التقاضي. المحكمة يا بتقضي بالبراءة وبتروح، يا إما بتأيد الحكم، يا إما بتخففه. ما ينفعش العقوبة
تزيد على كده. لو اخدت براءة تقدر ان انت تسترد جزء من الكفالة اللي انت دفعتها، لان احنا قلنا الكفالة دي ضمان ان انت هتحضر جلسة الاستئناف. انا كده تقريبا اجملت كل حاجة عن ايه هي المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية. لو لسه عندك اي سؤال اسألني وانا هرد عليك. سلام.